نشوف برضو نستأنس برأي الأستاذ زياد عبد التواب الباحث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ زياد. مساء الخير. يعني أنا مش عارف إذا كان قانون الغدر ده اللي كتير كانوا بيطالبوا بيه، بل إن بعض الائتلافات ما بين الثوار حطته على قائمة المطالب. ده حقيقي. يعني هو في عمليه البحث عن الحقيقه والبحث عن المحاسبه اللي بتدور من اول ثوره 25 يناير واللي ما اتحققتش لحد دلوقتي. بس للاسف الشديد يعني احنا بنحاول ندور على اسهل الحلول اللي تخلينا نقدر نحقق تلك المحاسبه. فاحد الحلول السهله هو استرجاع قانون يعني انتهت صلاحيته، لانها بتمتد بس الجرائم من سنه 39 لسنه 52، والجرائم اللي احنا بنتكلم عليها بعد ثوره 25 يناير هي جرائم يا متصله بثوره 52 يعني بعد القانون، يا حصلت في خلال 30 سنه اللي فاتت على الاقل من حكم مبارك. وللاسف الشديد زي ما احنا كلنا عارفين تاريخيا ان قانون الغدر تم استخدامه 6 مرات فقط في 6 حالات يعني، وبعد كده تم تحديثه للقوانين الثوريه والمحاكم الثوريه اللي هي اساسا تم استخدامها لمحاربه الثوار والمعارضين للحكم اكثر ما هي تم استخدامها لمحاكمه فلول النظام السابق. طيب استاذ زياد بعد اذن حضرتك، بس لو تسمح لي لو تبعد عن التلفزيون او توطي التلفزيون بقدر الامكان. التلفزيون خالص. طيب ماشي، لان بقى حاسس بس في صدى صوت. اذا كان الخشيه في امكانيه امتداد القانون كي يطال يعني الواقع الجديد في مصر، ممكن يقترح مثلا انه يتم تطبيقه على العمل او الحياه السياسيه في مصر حتى 11 من فبراير، ولا مش ممكن يكون كده؟ يعني معظم الثوار الموجودين حاليا في ميدان التحرير هم شخصيات قاموا بالعمل السياسي قبل 11 فبراير. يعني كانوا جزء من حركه 6 ابريل مثلا دلوقتي بتتوجه لها اتهامات، هي بتقوم بالعمل السياسي منذ 2008 و2009 ومن قبل ذلك حتى عندما كانوا اعضاء في كفايه. فانه لا، في طريقه دايما ان يتم اصطياد اذا ارادت السلطه ان تصطاد المعارضين السياسيين. فالحل هنا مش في ان احنا ننبش في قوانيننا القديمه اللي هي عليها علامات استفهام، بس الحل هو ان احنا نحاول نطبق اطار قانوني جديد يقدر يسمح بتحقيق تلك العداله. لن يتحقق مجتمع ديمقراطي، وده حاجه احنا عايزين ناكد عليها، انه لن يتحقق مجتمع ديمقراطي حداثي دون تحقيق العداله ودون تحقيق استقلاليه القضاء. في 130 دولة في خلال ال 30 سنة اللي فاتت مرت بإشكاليات زي الإشكالية اللي احنا بنمر بيها عن طريق انه حصل ثورات وكان في أهمية لتحقيق العدالة. وتطور في خلال ال 30 سنة اللي فاتت نظام اسمه العدالة الانتقالية الذي يسمح بمحاكمة أفراد النظام السابق بطريقة مستقلة تضمن تحقيق العدالة لأسر الضحايا وأسر الشهداء أي ثورة من الثورات. نظام العدالة الانتقالية دوت يشمل مجموعة من الأشياء، منها تكوين لجنة قضائية خاصة دورها زي دور المحكمة، بس مفيش أي سلطان عليها من السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية القائمة ولا حتى السلطة القضائية. فهي لجنة قضائية مستقلة تكون موازنتها موازنة مستقلة من الدولة، مش تابعة لوزارة العدل بأي شكل من الأشكال. لجنة التحقيق بتاعتها بتبقى لجنة قضائية بتقوم على التحقيق في جميع الجرائم التي تم ارتكابها من قبل النظام السابق، وتقوم بالتحقيق ده بيكون علني في اطار ان يبقى فيه لجنه للمصارحه بهذه الجرائم. وفي نفس الوقت كمان بتقدر تحكم احكام قضائيه على جميع القضايا الجنائيه والفساد المالي والفساد السياسي في نفس الوقت. هيبقى هنا في المشكله اللي كانت بيطرحها الضيف المتعلقه بالقوانين اللي بتطبقها. القوانين اللي بتطبقها هي القوانين الجنائيه اللي موجوده، بس كمان الاهم من ده هو القانون الدولي. القانون الدولي بكل ما يحمله من اتفاقيات دوليه صدقت عليها مصر او اعراف دوليه متعارف عليها عموما
خلاص، بتحكم تلك الجرائم. جميل. وده كان دستور 71 بيقر طيب. انه القانون الدولي ليه صفه قانونيه اعلى من القوانين الداخليه. وكمان الاعلان الدستوري اللي طلعه المجلس العسكري بيقر بهذا جميل. الامر. جميل. جميل. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ زياد عبد التواب، الباحث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. متهيألي احنا انا طبعا هسمع لحضرتك بكل تاكيد، بس انا عايز برضو احط التساؤل اللي حضرتك تجيب عليه في سياق الاجابه اللي حضرتك عايز تقولها، انه احنا كده ادينا الفرصه ل سواء كان الحكومه او المجلس الاعلى للقوات المسلحه لا اله الا الله، تقولوا لنا قانون الغدر قانون الغدر، وبعدين دلوقتي تقول لك قانون الغدر مش كويس، يعني حيرتونا معاكم. نعم، احنا عمرنا ما حيرناهم، بالعكس احنا واضحين وضوح الشمس في رابعة النهار. انا عايز ما ارجعش تاني لفكرة ترزي القوانين، لفكرة اني بفصل فاقول ان الجرائم اللي حصلت لغاية يوم 25 يناير 2011 علشان اخضع لها اللي عملوا اخطاء قبل كده وما اخضع لهاش شباب الثورة. مش عايز اضع، لا، انا عايز احط قانون موزون سليم مقاييسه مظبوطة، قانون لا يفرق بين فئة وفئة، يوصف الجريمة ويوصف أركانها. مفيش خصوصية في القانون إلا في الإجراءات، إنما في العناصر الموضوعية مفيش أي خصوصية. حضرتك يعني عايز قانون دلوقتي السلطة التشريعية يقوم بها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك أنا أرى أنه هذا مما يجب أن يتأجل. أنا ضد المطالب اللي بتوجه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نيجي بعد كده نلوم والراجل قاعد والعنكبوت جه عليه والفار قاعد يقرقط في المشنقة. ما هو يعني أنا عايز أقول لحضرتك، طبعا هو أنا بشكرك جدا على حجم الجهد في الإعداد اللي أنا لاحظته الحقيقة، ما شاء الله في الحلقة. بس أنا من ضمن الفيديوهات اللي كنت أحب إنها تعرض، اللي هي إن أنا رأيي المتكرر باستمرار إن لا، أنا مش عايز الحكم الانتقالي هو اللي يجري هذه المحاكمات أصلا، لأن أنا أساسا لي رأي في جودة تحقيق القضية وجودة توجيه الاتهام وجودة الأدلة التي تقدم، بحيث أن هل هتنتهي إلى البراءة أم إلى الإدانة أم إلى الصواب أم إلى الخطأ. وكان رأيي أنه لازم هذه المحاكمات تتم في سياج محمي. محمي يعني إيه؟ يعني إجراءات قضائية مظبوطة، ما فيهاش ريبة، ما فيهاش الناس متصورة ان القضية معمولة بطريقة عشان تاخد براءات. فأنا مش من أنصار، بل أنا ضد اللي عايزين الإسراع بالمحاكمات. أنا مش عايز الحكم الانتقالي هو اللي يجري المحاكمات أصلا. أنا عايز الوضع يجمد ليكون السلطة الموجودة سلطة طالعة من وسط الناس، حاسة أعصاب، شعيرات أعصابها حاسة بالخلق بالناس. دول يعرفوا يعني، وفي نفس الوقت يأبون الظلم، ما يرضاش بالظلم. يقوم يعمل قانون مجود من ناحية العدالة، الموضوعية، الاستقامة، ما فيش أي استثنائية إلا في الإجراءات. لأن أنا من أنصار مثلا المحاكمة لازم تبقى علنية، بمعنى مش علنية اللي هي المعنى القانوني، لا، علنية يعني مذاعة إعلاميا، لازم كل الناس يتفرجوا. الكلام ده في القانون حاليا عبارة عن سلطة للقاضي، هو حر يوافق أو لا يوافق، إنما لازم يحصل. فبالتالي احنا ما حيرناش حد. إذا أبوا إلا إن هم عايزين يحاكموا، إن كان ده ضد رأيي تماما تماما تماما. وأنا حتى لو اختلف مع القائمين من الثوار على المطالبة دي، أنا مختلف معاهم. أنا مش موافق إنه المرفق القضائي والنيابة بوضعها الحالي هي اللي تحط مواصفات المحاكمات. هل في غير مرتضى. القانون عندنا، انا عايز اسال فيه، انا اعرف انه في القوانين، القانون الامريكي مثلا على سبيل المثال في حاجه اسمها الدبل جيبردي. الدبل جيبردي اللي هي لا يحاكم شخص على نفس الجريمه مرتين. ولذلك هل هي عندنا في القانون؟ لا طبعا، طبعا عدم جواز نظر، مجرد نظر دعوة لسبق الفصل فيها انه اتحكم قبل كده. ولذلك انا بقول لحضرتك، يعني لو حكم عليهم دلوقتي وايا كانت النتيجه لا يحاكمون بعد كده. بالضبط كده. ولذلك انا بقول لحضرتك، ودي منشط تاني، ان لو قدر الله لي ان يكون عندي سلطة في يوم من الايام، حتى الاحكام التي صدرت لابد ان تسقط. دي محاكمات
أنا مرتاب فيها على الأقل، وأنا لا أقبل أنها تجري في ظل ما أعلمه من خفايا وخلفيات، ما أقدرش أقبلها. أنا لا يمكن أسمح أن الشعب المصري مرة تانية يبقوا يعني يستغفلون. وعشان كده أنا بقول إحنا موافقين، بس مش قانون متفصل، لا قانون يقعدوا فيه أساتذة، مش أنا، مش السياسيين، أساتذة القانون اللي أعصابهم هادئة ومرتاحة، ويحطوا قانون عادل. عادل، لأن أنا تعرف يا أستاذ يسري لما صدام حسين حكموه وأعدم، أنا في تقديري إن خصوم صدام حسين لو كانوا يعني مدركين هم أكتر ناس أضيروا، لأنه في تعاطف كبير مع خصم صدام حسين اللي عنده طار لدى صدام حسين، اللي صدام حسين ظلمه. كل الناس لما اتحكم على صدام حسين قالوا ما هو جايبين له أراجوز يحاكمه وده قاضي، فظهر كما لو كان مظلوم. فالمظلوم خسر انه هو انصافه كان شيء موقر. انا عايز محاكمه وقوره وسليمه. لا كان في، لا خصوصا كان اليوم اللي اعدم فيه يوم طبعا عيد الاضحى طبعا، لكن يعني انا بتكلم حتى على المرفق القضائي. لازم احاكم مظبوط، اضع قانون موزون، اللي يحطوه مش سياسيين، مش انا لا اصلح لوضع القانون، أنا صاحب قضية سياسية، إنما يضعها أستاذ الجامعة والقاضي اللي بيشتغلوا، يعمل قانون عادل متزن مش متسم بالغضب، ويصلح لتطبيقه على المجرمين، وما ينفعش يستخدم بكرة على شباب ثورة 25 يناير، ولكن لازم يتعمل قانون لمحاكمة السلطة السياسية اللي كانت قائمة وظلمت وطغت.